السيمو هو الفاسد. هذا هو مربط الفرس اليوم. انا متفق معاك، راهم مخلوعين بداك السيمو هو راس الفاسد، راهم باغينش يقولوها. دابا الاخوان انا كنشوف باللي مازال ما فاتش الوقت، ولكن الناس خاص ارشاد الناس الى البصاله. راه بزاف ديال الناس متفقين معنا وعارفين باللي الفاسد هو الملك ويجب استهداف الملك. وانا عندي واحد الخطه اللي بغاو يتبعوني الناس. انا كندعوكم نتوما كاملين ما تدعيوش الناس تقول لهم سيروا للقصر، ما تمشيوش للقصر، سيروا السجون، حروا خوتكم هما الاولين. خاصنا نمشيو للسجون ونحروهم عا باش نمشيو للقصر. راه في فرنسا في هذاك لويس 14 راه ما هجموش على لويس 14 هو الاول، راه مشاو لاباستيل، السجن الفرنسي اللي سميتو لاباستيل، وخرجوا الاحرار اللي في السجن عا باش هجموا على القصر. بعكس المخزنين اللي كيقول لك نريد اسقاط الفساد. شكون هذا الفساد ومنين جاي هذا الفساد وفين هذا الفساد؟ الله اعلم. يعني الامور بركه كتبرد دابا، ومن الفوق بركه كيشدوا دوك الاحرار هذوك اللي كيشعلوا الطرح. يعني راه حنا الحرب راه مازال ما خسرناها مع النظام. هاد الحرب ديال جين زي ضد المخزن راه مازال ما خسرناها، ولكن البارح خسرنا المعركه، واليوم الجنود ديالنا راه باركين كيتعتقلوا باركين كيتشدوا. هذه هي الفكره اللي باغي نوصلها انايا. لا الشيء هادو غادي يدخلوا في الاخر، يدخلوا في واحد الحزب ديالهم، وكل واحد فيهم غادي يشد 7-8 المليون. هذا هو الهدف ديالهم. هذوك 3 ديال لي زادمين ديال الجنزي 212 هذوك قولبوا بنادم. خاص الارشاد وفي نفس الوقت خاص السرعه. انا كنقول لك عندي واحد الشخص من العائله خدام حارس في السجون قال لي راه السجون عمروهم بالشباب، راه شدوا السجون وعمروهم. ما تفهمتي، ما تطرطقش السويفيات فهمتيني، باش تخلي الاخوان يطلعوا يناقشوا شكون الكعاف اللي في المغرب اللي وسط الزريبه، اللي وسط السجن. يعني هاد الناس الاخوان كيبينوا انهم ماشي داخل المغرب، يعني هاد الناس كيهضروا من المغرب، هما كيقروا بحوايج بلا ما يشعروا. زيد داكشي كندوي بعصبيه حيت بنادم ما كنحملش ان واحد يبيع البنادم للعجل وفي الاخر يضيعوا في حياته. دابا هادو اللي يضربوا 20 سنه للمؤبد، هادو شكون يتسوق لهم؟ شكون غادي يدوي عليهم؟ شكون هادو حياتهم مشات؟ واش هادشي كامل على قبل 3 ديال لي زادمين ديال مازال ما فاتش الفوت. نقول لك علاش. شوف هذا الشيء راه كاع متوقع. انا اكثر انسان سلبي تجاه المخزن. حيت المخزن الخوت سمحوا لي في هذه الهضره، المخزن ولد المخزن داير بحال شي حنش. المخزن يعني كيعرف يبدل جلده، كيعرف كيفاش. المخزن جهاز، خاص تعترفوا بهذه. المخزن ذكي، المخزن جهاز براغماتي، جهاز مخادع، فهمتوني؟ وكيعرف كيفاش يحشيها للمغاربه، لانه المغاربه واحد الشعب مدجن مع الاسف. وبالنسبه للعياشه خويا الاخ اللي كيهضر على العياشه راه عبيد. العياشه راه هذيك هي حياتهم، يعني مستمتع بديك العبوديه وبديك الحياه. هذيك هي حياته، هذيك اللي باغيها. انت الا بقيتي كتهضر معاه وكتقول له تحرر راه غتعيي راسك فقط. يعني العياشه هذيك هي حياتهم وهكاك غيبقاو، وصعيب باش يتحروا. يعني انت انسان كيقدس بنادم كما قال واحد السيد ثاني، قال لك الشعب يريد اسقاط الفساد. شكون هذا الفساد؟ منين جاي هذا الفساد؟ فين قولوا لي فين هو؟ فين هذا الفساد؟ يعني نجبدوه، فهمتوني؟ يعني هاد الناس هادو مع الاسف فاقدين البوصله. وعلاش الوقت مازال ما فاتش بالرغم من كل شيء؟ كاين وعي كبير ولكن الناس خايفين. ولكن القضيه دابا حنا قبل كان عندنا واحد الادفانتج، فهمتيني؟ كان الشعب جاهل، كان الشعب كيخرج، كان هادشي. حنا دابا في مرحله الخساره، بلا ما نغطيو الشمس بالغربال. علاش نقول لك الخساره؟ حيت دابا بداو الاعتقالات، بداو الاختطافات. هذوك القياد ديال جنزي 212 طلعوا مخازنيات، طلعوا مسلمين معاقدين مع المخزن، طلعوا باعوا بنادم. البارح في مراكش راه الجيش خرج صاحبي. راه المدرعات ديال الجيش خرجوا في واحد البلاصه سيدي يوسف ولا ما عرفت في مراكش، حيت وقعوا اعمال الشغب.
وهذا الشيء اللي خاص مع المخزن. ودابا كما قلتي راه عندك الصحراء، المخزن باغي يبرد القضيه، وباغي يصيفط الناس لديورهم، يبدا يصفي ويصيد في الناس كما وقع مع حراك الريف. يعني مع الليل غيبداو يخرجوا غيبداو يصيدوا في الناس. نتعلموا حتى حنا من شويه من التاريخ. راه خاص التحرير ديال الاحرار اللي في السجون، ماشي اي واحد تسجن نساوه، اي واحد تقتل نساوه، اي واحد تقطعات ليه رجلو نساوه. راه المغاربه راه حتى هما كيتعاملوا مع بعضياتهم بحال اللي لا مات شي واحد بحال اللي مات غير كلب. هاد القضيه ما خاصهاش تبقى. راه خاص الهجوم على السجون حاليا، وخاص تكون هجمه كبيره، حيت لا ما هجمتوش على السجون وحريتوا الخوش ديالكم غتبقاو تنقصوا نهار على نهار. البارح كنتو مليون، غدا توروا 800,000، بعد غدا توروا 600,000. راه هما راه خدامين في الاعتقالات، راه ما غاديش يعطوكم. راه نفس الشيء وقع في حراك الريف.